ده الشكل الأول معانا اللي هنوصله. تمام، وده الشكل التاني اللي فيه القلوب. هنبدأ بقى نكمل تعديل. انا عملت النقرات اللي في الأوجه، هقولكم عملتها ازاي. انا اخدت نسخة من القاعدة، تمام، وحطيتها على الوجه هنا، وحددت مكان النقرتين. وبعد كده شلت القاعدة وقعدت اعمل ترم وفرغتهم. تمام كده. بعد كده هاخد بقى نسخة من الهرم ده عشان نعمل الهرم الأوسط والهرم الأصغر. يعني ده يبقى نسخة، يبقى نسخة. بعد كده نبدأ نعمل لهم سكيل ونصغرهم. أنا عندي الهرم الكبير 12، التاني بقى أنا عايزه أخليه 9، والتالت أخليه 5 سنتي. بس هناخد ده كده اللي هو الهرم الأوسط، هناخده نعمله سكيل ونخلي القاعدة بتاعته 9 سنتي. سي انتر. تمام، صغرناه. بس هنبدأ نعدل بقى التعديلات بتاعتنا اللي فيه. لو في مثلا نقرة هتزيد، نقرة هتقل. انا مش بشتغل على 3 مللي، فبظبط نقراتي على 3 مللي. طبعا لما صغرت ال3 مللي صغرت، فهبدأ اظبط بناء على التصغير اللي احنا صغرناه ده. بس، وهكذا نتابع التعديل طبعا، اوفست وترم ونكمل وفلت، الخطوات كلها بتاع الاوتوكاد المعروفة. زي ما قلنا برضو، اللي عايز حاجة معينة في الاوتوكاد يقول عليها نعمل عليها حلقة لوحدها، او نبدأ نعمل سلسلة للاوتوكاد، امرين 3 كده كل حلقة. تمام. ستريتش. ده اللي هو الوجه التاني اللي فيه الألسن. خلاص ظبطناه. تمام. اخد نسخة بقى، نسختين متعدلين نكررهم كده. خلاص الهرم الأولاني خلاص، التاني أوسط قصدي. هناخد برضو التالت نفس القصة، نعمله سكيل، هنخليه 5 سنتي، ونكمل عليه برضو التعديلات زي الأولاني، نفس القصة برضو. النقرات كلها هنخليها 3 مللي عشان الخشب بتاعنا. تمام. خلاص هنخلص كده، خلاص طبعا خلص معانا الهرم التاني. هنبدأ برضو نظبط القعدة حصل فيها تغيرات كتير. كل الألسن دي هنبدأ نظبطها، ونظبط برضو الأرجل بتاعتنا نعمل لها استرتش. بس هناخد نسخة بقى منه عشان نعمل الشكل الجديد بتاعنا اللي هو اللي فيه القلوب. انا عند الراس طبعا هقطعها، مش هتبقى خشب، هتبقى شفافة. هبدأ هقصها. هنمسك كل واحد بقى نقص الرأس بتاعته. نعمل الأول نشيل الجروب، نبدأ نشيل برضو الرسومات اللي جوا التشكيلات ديت عشان نعمل التشكيلات بتاعتنا احنا. تمام. ونعمل استرتش برضو، النقرة دي مكانها هيتغير، لأن قلنا الجزء اللي فوق ده هيبقى ازاز او اكليريك، فهتبدأ نعمل لها استرتش برضو لتحت. احنا ثبتنا استرتش 10 مللي، نخلي 10 مللي ثابتة في كل حتة بس. تمام. 10 مللي برضو. هنبدأ نظبط وتلت الارتفاع. الارتفاع بتاع الجزء الشفاف ده تقريبا هيبقى ربع الهرم او تلت. انا خليته 25 مللي، معقولة كده يبقى نسبة مظبوطة يعني. بس تمام، ونشيل الجزء ده. هنبدأ ان شاء الله نرسم بقى القلب بتاعنا. ظبطناه.
ميرور. تمام كده، ناخده كوبي ونحطه في قلب الشكل بتاعنا، ونبدأ نعمل له سكيل. ونظبط هنا بقى الجزء الشفاف اللي ورا برضه نصغره، ونشيل الجزء المثلث اللي فوق ده. ترم. كده تمام بقى، نخش على الشكل برضه اللي في النص والصغير ونظبطهم بنفس الطريقة. تمام تمام، خلاص كده تقريبا يعني الحمد لله كده كله تمام.